لم يكن يتوقع هذا السيناريو. بداية من دقيقة الثانية أوكباجي سجل في مرماه بعد توزيعة وكرة من اللاعب معالي. شكرا لكم، نلتقي مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله. الخط مفتوح للزميل يوسف وفريق التحليل التلفزيوني الجزائري لتحليل ما حدث ووقع في هذا الشوط الأول. إليك يوسف، كل التوفيق. مساء الخير، أهلا مرحبا مرة ثانية. إذن نتابع دائما في هذه البطولة في نسختها الجزائرية طبعا 14 من كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة. نفس الشيء بالنسبة لجميع المباريات، لا توجد أهداف كثيرة منذ بداية هذه المنافسة، اللهم مباراة الجزائر والهدفين الأولين في المباراة الافتتاحية، والبارحة أيضا ضد المنتخب الجزائري 3 أهداف. اليوم أيضا في هذا الشوط الأول هدف فقط. نتكلموا أمين على الحس التهديفي في هذه البطولة، فيه أهداف لكن ما فيهش عدد كبير من الأهداف، يعني ما فيهش ما عدا قلت المباراتين اللي ذكرتها. لا، ما فيش أهداف كثيرة لكن كان فيه فرص كثيرة. ربما الحس التهديفي هو اللي راه ناقص في هذه الدورة. لكن لو نشوفوا كذلك المقابلة ربما تاع المنتخب السنغالي ضد المنتخب الوطني، المقابلة الوحيدة اللي كان فيها 3 أهداف. لهذا أنا بالنسبة لي المستوى راه عالي. والله في كرة القدم الاستحواذ في بعض الأحيان مفيد، لأن لما تستحوذ كثير على الكرة أن عندك فريق يتحكم في الكرة وعنده منهج اللعب، ولكن ماهوش حاجة اللي تسمح لك أو تؤكد لك أن يعني أنت قوة الفريق أو مستوى الفريق أو تعطيك الفوز. لا نظن أن راجعة أكثر إلى إمكانيات اللاعبين من الناحية الفردية ومن الناحية الجماعية. لما يكون تحكم في الكرة من ناحية التقنيات، اللاعبين عندهم إمكانيات فردية كبيرة، ومن الناحية الجماعية عندهم يعني منهج جماعي للعب. أكيد أن ما يضيعوش كثير الكرة، ولكن هذا ما يعنيش أنك دائما تفوز لما تستحوذ على الكرة، ولكن تعطي نظرة على قوة إمكانيات الفريق. طيب، هل نشرح على أنه نسبة الاستحواذ هي فلسفة المدرب، يعني نتكلم على الخطة التكتيكية، أم أنه اللاعبين يعني مندمجين منذ فترة طويلة؟ كيف نفسر ذلك؟ لا، لما تستحوذ على الكرة أن تبادر، لأن أولا قبل ما تتحصل على الكرة لازم تسترجعها. إذن الخصم ما عندوش كثير الكرة. لماذا؟ لأن الفريق اللي يستحوذ على الكرة ياخذ الكرة من الخصم وتبقى دائما عنده. يعني الفريق الخصم كما شفنا في الشوط الأول، عندنا فريق النيجيري دائما لما تكون الكرة عند الفريق الخصم يسترجع الكرة بسرعة ويبادر ويحاول، حتى ولو أن التقى هدف مبكر، وهذا جاء على يعني غلط دفاعي، لأن التغطية كانت بعيدة كثير يعني على المدافع الأيسر. لما كان 1 ضد 1، أوكبوجي اللي تسبب في الهدف ما انتقلش وراح قدام المدافع الايسر. لازم يغطي المساحه، لازم المساحه بينه وبين المدافع الايسر تكون قصيره جدا، فهو خلى مساحه طويله، والفارق اللاعب الخصم يعني دار توزيعه وقبوجي براسه يعني لا ديفي الكره وسجل الهدف. هذا لان من ناحيه الدفاع، من الوقفه الدفاعيه لاوغبوجي كانت غلط، كانت في خلل. اما بالنسبه للكرات اللي والفرص الفريق النيجيري، يعني يخلق فرص متعدده، ما لحقش ربما يسجل، لان لما ما تسجل ما عندكش الفعاليه، عندها التفسير تاعها. لما ما تسجلش لان انت في عندك الالات التنفيذيه مش متوفره فيك. وشنو هي؟ عندك الوقفه، عندك كيفاش راح تلمس الكره. من بعض الاحيان مع تجيب سرعه تلمس الكره بالرجل، ولكن
في منطقه غير مناسبه اللي تسمح لك باش تضرب الكره في المرمى. يعني لما تتوفر كل هذه الآلات سوف يكون الفعالية تكون حاضرة. إذا هذا الشبان حتى نعم صح المصطلح. نعم هذا عدم الفعالية للفريق النيجيري يعني راجع شوية إلى سن اللاعبين، لأن حتى ولو أنهم بإمكانيات بدنية والقوة موجودة عندهم معتبرة، ولكن من الناحية الفنية مازال ربما التكوين تاعهم مش متكامل 100%. طيب امين، قبل ما نعود لك ايضا بسؤال حول طريقه اللعب، يعني الحمد لله في افريقيا الان ما عدناش نشوفوا كرات طويله مثل ما كنا نشوفوها منذ سنوات، وهذا عنده تفسير. خليني نتوقف عند خبير التحكيم سيد محمد زكريني، اهم النقاط اللي سجلتها في هذا الشوط الاول. يعني بكل صراحه مباراه تحكيم في المستوى بدون اخطاء تحكيميه للفريقين. شفنا انذار واحد في الدقيقه 41 للاعب نيجيريا رقم 6 للاعب الخطير. ما عدا هذه قريب من كل اللقطات لياقه بدنيه جيده، ولا احتجاج واحد من طرف اللاعبين. يعني بكل صراحه المساعدين في المستوى، المساعده الاولى شفنا واحد التسلل وين شفنا رجوع من التسلل كان في المستوى صحيح. كانت الحالة التحكيمية كانت صحيحة وكان قرارها صحيح. شوط أول بدون أخطاء تحكيمية وبدون أي خطأ تحكيمي. طيب إذن التحكيم لحد الآن من دون أخطاء بارزة في هذه المسابقة إلى غاية مباراة اليوم. لا يعني بكل صراحة لما نقول الأخطاء يعني الكارثية أو الأخطاء التي تؤثر على نتيجة المباراة، في هذه لا وجود لأي خطأ تحكيمي مؤثر. أمين، كيف نفسر الطريقة التي أصبح يلعب بها شبان إفريقيا؟ يعني منذ سنوات كنا نشتكي يا سيد مزيان غيل أنه إفريقيا تركز على الجانب البدني وعلى الكرات الطويلة، الآن ما فيش هذا النوع. لا يوسف، شفنا تنوع تكتيكي في كاع المنتخبات الإفريقية. لما تشوف المالي انضباط تكتيكي، السنغال، اليوم المنتخب النيجيري نفس الصوره تاع المقابله الاولى لما تهاجم بالثلاثي عبد الله وويليامز ودانيال. شوفوا الاعتماد على الجهه اليمنى اكثر، دخول عبد الله لاعطاء لوالي رقم 2 دائما اعطاه المساحه للتوزيع. يعني انضباط تكتيكي، كاننا نرى لاعبين ماشي من السن اقل من 17 سنه. انا بالنسبه لي هذه الدوره شفنا اشياء ايجابيه كثيره من جانب التكتيك، من جانب الخطط التكتيكيه. لما تشوف المنتخب الصومالي يلعب بخطه 4-5-1 وهو فائز، يعني هنا تحس بان البلوك، تحس بان الكتله منخفضه، لاعبين نضجوا تكتيكيا. حتى المنتخب النيجيري اليوم شفنا تكتيك جيد. على كل سنستمتع من خلال هذه المنافسة التي تحتضنها الجزائر، ومباشرة